السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدوري الألماني توج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بشكل مثير بعد تغلبه على فريق كولون بهدفين مقابل هدف، وتعادل فريق بوروسيا دورتموند مع فريق ماينز بهدفين لكل فريق. جاء هذا في الجولة 34 والأخيرة من البوندسليغا. حقق بايرن اللقب بفارق الأهداف عن دورتموند بعد أن حصد كل فريق 71 نقطة. كان دورتموند بحاجة إلى الفوز ليفوز بالبطولة للمرة الأولى منذ عام 2012، ولكنه تعادل في نهاية المباراة، وبالتالي حصل بايرن ميونخ على لقبه 11 على التوالي في الدوري المحلي، وال32 في تاريخ البوندسليغا، وال33 في الدوري الألماني بشكل عام. انتهى الموسم بفريق بايرن ميونخ في المركز الأول برصيد 71 نقطة، متفوقا على دورتموند، وبذلك تجنب الفريق الخروج بدون إلقاب في هذا الموسم بعد الإقصاء من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا. في المباراة التي جرت على ملعب راين إنرجي ستاديون، فاز بايرن ميونخ على كولون بنتيجة من 2-1. سجل كينغسلي كومان هدف التقدم البايرن في الدقيقة 8، وتعادل ديان ليوبيسيتش الكولون من ركلة جزاء في الدقيقة 80، ولكن جمال موسيالا سجل هدف الفوز بايرن في الدقيقة الأخيرة من المباراة. أما في مباراة سيرنال إيدونا بارك، فقد تقدم فريق ماينز بهدفين سجلهما أندرياس هانش أولسن في الدقيقة 15 وكريم أونيسي، وفي الدقيقة 24 ثم رد رافائيل غيريرو بهدف لفريق دورتموند في الدقيقة 69 بعد أن أهدر سيباستيان هيلير ركلة جزاء في الدقيقة 19. في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تعادل نيكلاس شوله لفريق دورتموند، ومع ذلك لم تكن هذه النقطة كافية لكي يحصد دورتموند اللقب. نشكركم على حسن المتابعة، نرجو منكم الدعم والاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومتابعة موقعنا أحمد الشريف .com للمزيد من الأخبار الرياضية.